لا اله الا الله محمد رسول الله. لا 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 لا. اوكي نو بروبلم نو بروبلم. بلديه جايه ولا ايه؟ ده ممكن يبقى في حاجات هنا مسروقه كتير. شعور بالخوف من ساعه ما Everything has to be licensed, permitted. It's not like البوليس نو كاميرا تراست مي. هي واحده من اكتر الاماكن اللي تقريبا مهدور حقها. My amigo from Jesus country. اول حاجه هتحس بيها كده ان انت ماشي في حته ممكن تبقى خطر، حته مش امان. لا بالعكس خالص. I'm black from Jamaica. How much rich people not come here? ايفون 5 الحاجات دي على فكره في ناس بتحبها جدا. Come on by. We don't play around here. For free? Very curious. Where is this food will go? يا لا مولعين في كل حاجه، مفكرين كل حاجه فضه. لكن عشان يعمل فلوس لازم يكون في حاجة معينة بيدوروا عليها وعارف اللي بده فيها. Yeah, the people come and shop here. النهارده احنا هنتمشى ان شاء الله، هنوريكم ممكن نجيب ايه مثلا بحوالي 20 30 دولار مثلا. خد بالك في ناس بتعمل ملايين من الحاجات دي، في ناس عارفه هي بتعمل ايه كويس، بقى لها سنين في المجال ده. الناس اللي اصلا بتبيع هنا بتعمل فلوس، ده معناه ان في ناس كتير جدا بتشتري. في ناس بتيجي تشتري انتيكات، بتشتري عملات وهي عارفه هتبيعها تاني بكام وفين ولمين. فاتح بيوت ناس كتير جدا. في ناس بتعمل الموضوع ده بقى له اكتر من 10 سنين. في مصريين بيبيعوا في المكان ده. كان النهارده باذن الله هنحاول نوريكم صوره بسيطه منها، ولكن انا انصحكم في اخر الفيديو ده ان انت لازم تيجي تتمشى في حاجه زي كده. الاسواق الشعبيه دي زي سوق الجمعه في مصر، بتلاقي فيه كل حاجه ممكن تكون بتدور عليها. لو واحد بيصور في اللوكيشن لما بيبقوا محتاجين الحاجات القديمه اللي هي مش موجوده دلوقتي، في الاغلب بيروحوا سوق الجمعه يجيبوها منه. التليفونات القديمه، الراديوهات القديمه، الجهاز اللي بيشغل المزيكا على الاسطوانات القديمه دي، كل حاجه بتلاقيها هناك. وللاسف ممكن تلاقي حاجات كتير جدا مسروقه هناك برضو. معايا طبعا البوب الكبير والدي، ربنا يخليه ويبارك له، بقاله سنين في هذا المجال. هو هيقول لكم الكلام ده بنفسه ان شاء الله في الفيديو ده. نصيحه يعني انا قلتها لكم قبل كده زمان، لو انت واحد حاسس ان انت بتكتئب بسرعه، مش بتلاقي حاجه تبسطك، او مش لاقي حاجه جديده تعملها، او حاسس ان انت متغرب، الاسواق الشعبيه دي هي حاجه هتحبها حتى لو انت ملان. الناس هنا لذيذه جدا، الناس كلها غالبا من جامايكا، يعني الناس حبوبه، هتحبك وهتقعد معاك، ولو عايز تقعد معاها هتقعد، وهتلاقي ناس بتوزع اكل، ولو عوزت الحاجه ببلاش غالبا ممكن يديها لك ببلاش. فانت هتعيش تجربه كده اللي هو ايه، فيها حاجات كتيره مختلفه قوي. فيلا بينا نبتدي ان شاء الله ونتفرج مع بعضينا على الفيديو ده باذن الله. حاجه جديده ومختلفه ومحدش في امريكا اتكلم عليها قبل كده كالعاده طبعا. الجاكيت عرفت ازاي انه $5؟ Hey, mira. What about this? $5. حاجات كتيره جدا ممكن تلاقيها في الاسواق الشعبيه، ولكن لازم تكون خبره شويه. Why you do like that? I don't like مي that. Because I want to scare with police. All the نايس. time police scared. So with the camera, البوليس نو كاميرا تراست مي. they send somebody first and after that. That's what they do. Really? Yeah. Oh wow, I don't know. Somebody. No, it's YouTube. We had a video. Yeah. Yo, right now we are selling for Bill Back. Look, we're selling for Bill Back Jamaica. You hear that? I'm black from Jamaica. Come on by. We don't play around here. My amigo from Egypt. Egypto. My amigo from Jesus country. Yes. الاسواق الشعبيه هي واحده من اكتر الاماكن اللي تقريبا مهدور حقها. في ناس بتيجي هنا هوايه، في ناس بتيجي هنا عشان تشتري، في ناس بتيجي هنا عشان فقط بيزنس، في ناس بتجمع انتيكات. في حاجات كتيره جدا ما تعرفش حاجه عنها في الاسواق الشعبيه. Why? They're the free market, you know. How long the free market is here? I've been here for like a couple of years. Yo, really, I need to clean the place. So rich people not come here. I have some rich people come here for buy. Oh, they got the guys that come and buy stuff for sell back on eBay. Oh wow, that's smart. Yeah, and it's very good. $8 on it. $8. Yeah, the people come and shop here. How much؟ معرفش عامله كام بصراحه، بس هي اكيد مش غاليه بالنسبه لان هي براند نيو. نعدي عليها واحنا راجعين. من هنا؟ سارقهم ده ولا ايه؟ الحاجات دي على فكره في ناس بتحبها جدا. وبعدين انا شايف ان ممكن يبقى في حاجات هنا مسروقه كتير، يعني شايف في حاجات هنا فاليبل محطوطه، هم عارفين انها مسروقه حاجات كتير وبيبيعوها رخيصه برضه. طيب ما انت هتعمل لهم ايه يعني؟ هم مجمعين كل حاجه، الحاجات اللي بتترمي في الشارع، على الحاجات المسروقه، على الحاجات القديمه، يعني مش مجرد ناس قاعده بتبيع حاجات قديمه بس، عشان في اسواق تانية بيبيعوا حاجات قديمه فقط. الحاجات دي مش مسروقه، بس ده ممكن يعني. ده سبرينكلر اهو بكام؟
ده ايفون 5، ده ايفون اس اي لو فاكرينه. كل حاجه بتلاقيها قديم بقى جديد كله على بعض. Listen, give me $10, you get the game and he get the shoes. لا Yeah, both of them, he want the shoes. No, let me see. Let me see. It's a coin, man. Yeah, let me see. It's a coin, not. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. I don't know. Egyptians be Christian too. They be like, oh, I'm kill him. I love everybody. Give it to me. Where are you from? Haiti, man. Oh, that's why you're so sweet. Hi, take care my friend. ناس محترمة جدا، ناس تحب تتكلم معاك، ناس تحب تعرف عنك، ناس انت تحب تبقى معاهم في وسطهم، تتكلم معاهم، تعرف عن ثقافتهم. الدنيا مش زي ما انت متخيل لأول وهلة. اي You finish؟ يا لهوي جابهم منين السنة جديدة؟ أي حد شربات من جوه. قول لي بقى انت بيع بالك قد ايه هنا؟ وكمان المكان ده بقاله قد ايه اصلا؟ المكان ده بقاله مثلا يجي 22 سنه. Some people here since 90 جي بي لو على الكورنر هناك ده هنا since 95. طب والمكان ده بيسموه ايه يعني سوق شعبي؟ ده اسمه اكوا داك فلي ماركت بيكوز الشركه اللي هناك دي اكوا داك بيبول بقى ايه جامايكان بيبول وهيشن وكاريبي. اخدت بالي ان هي اول ما بتخش الناس تفتكر ان المكان هنا لبش والناس هنا خطر. عشان المنطقه ايست نيويورك بروكلين فيها مشاكل كتير دينجرس اريا. الناس اصلا هنا برضه المنطقه يعني بداوا يحسوا ويشعروا بالخوف من ساعه ما ترامب مسك وما عادش زي الاول. كان زحمه جدا ده فعلا كان فيري بيزي. ايوه طبعا انا كنت باجي هنا كنت بعمل 400 يا نهار ابيض. دلوقتي اعمل 150 الكلام ده كله. يعني انت بتيجي ويستنج تايم عشان ما تقعدش في البيت. ايوه صح والله ما كنت اعرف اقفل قبل الساعه يا نهار ابيض قبل الساعه 6 المغرب. يا نهار ابيض حاجه قبل الساعه 6 يا جدع. تشتغل 12 ساعه 13 ساعه ما انت بتعمل ماني بتعمل. ايوه صح. التليفون دلوقتي بقى بيسهل الشغلانه دي. انا بحضر الشغلانه دي قبل ما يبقى على كده. يعني كان عندي اصلا ثريفت شوب في استوريا لغايه دلوقتي لو انت جوجلت فايند المليكه الثريفت شوب ده كان بتاعي انا في الفوري سكند 4216 يا راجل والله كان بتاعي ما شاء الله. يعني الشغلانه ديت يعني خدت فيها شوط كبير قوي في البلد. الامازون نزل والحاجات دي واللي اوفر اب وماركت واللي هو بليس الموقع فيسبوك. بتاع لا انا نوت فليك اللي هو الشاينيز ده اسمه تيمو يا لهوي تيمو ده دمر الدنيا يا مان يعني فاهم الحاجات ديت قتل البيزنس ده. انا دلوقتي مثلا برشحك ان الناس ممكن تيجي. اولا هتتبسط، ثانيا هتلاقي حاجات عمرهم ما كانوا يعرفوا عنها حاجه، ثالثا انت بتبيع حاجات فعلا قيمه ورخيصه جدا. طبعا الماركت كله انت الناس دي كلها بتيجي الماركت وبتبعت الحاجات دي لبلادهم كمان. تليفونك اللي فيه سكانر ده بيثبت لك قيمه الحاجه معينه زمن الفهلوه فعلا اي حاجه بيسكنها التليفون هو بيقول لك سعرها تندر كتير. فده بيولد الكومبيتيشن هايل ان لازم السعر ينزل. انا هسيب لكم العنوان تحت في الديسكربشن ان شاء الله. تيجوا لحد عبد هنا تيجوا لحد عنده وتشوفوا الحاجات اللي عنده. زي ما انت شايف هو واقف بيبيع حاجات في الشارع، بس من كل حاجه بيقول لك انا بعت من دي قبل كده واحده ب $400 بس. وفي حاجات كتير جدا والكومبيتيشن كبيره جدا، السوق كبير جدا، في حاجات كتيره جدا. فتعالوا خدوا فكره واشتروا وساعدوا عبد ان شاء الله. وكمان انت شخصيا هتعرف قيمه الحاجات. يلا بينا نكمل. The bags Yeah. is $15. جاي ملمين كل حاجه بتترمي في الشارع. بلديه جايه ولا ايه؟ You close. Police? Every time the police come? No, right? They're coming to see stuff. Bad luck. And you guys open again or no? Now we're not got two more. Ay. Stop. God bless you. Yes. The police is coming, right? Yeah. So bad. Really? فين؟ Where? Oh my goodness. ده خليهم يقفلوا بره اهو. قفلوا بره. Everything has to be licensed, permitted. It's not like, you know what I mean? It's an everyday ongoing thing with this area. All right? So none of this stuff goes to waste unless it's already sliced up. Yes. So thousands of people. Thank God, you know, people will get food for Thanksgiving. Yeah, there's a lot of churches that come pick up from this one spot. It's on Sutter Avenue, 1386 called Agape. Yeah. So we drop it off there. They've been very good. They took everything they took. They took everything? Everything.
You can take it? Oh my god. Jamaican fine time. It's really nice. Whatever you want to do to wait here. They usually come. Every 1, 2, 3 times. See this fine one here? This fine one here, he's the barber. You see when it's small, you're more bad than it. What they like to do. See that fine one there? Yeah, he's come and clean up. Really? Clean up. Yeah. He's like the inspector for that. But why You don't have especially one come to you? Not me, they know me. I mean for... They come for everybody. Once you sell it, Why you don't clean up again everybody before? clean it, people rush That's it. why you catch it. You run, huh? Yeah. Oh my goodness. Man, come on, man. It's like you have nothing to do. للاسف اوقات كتير جدا الاسواق دي من الحاجات اللي بتتعرض لها وهي البلديه زي بالظبط في الدول العربيه تقريبا. يمكن الاسواق اللي في مصر زي سوق الجمعه مش بيتعرض لده لان هو خلاص معروف ان ده السوق، لكن رغم ان المكان هنا بقاله سنين الا ان برضه ستيل البلديه بتقدر تيجي فيه تمشي الناس وتقدر تاخد الحاجات بتاعتها. يلا ماما يلا بابا. اوكي. هاي Everything for free right now. Everything for free right now? Almost. Almost, right? Yes. Hey Dada. What's up? You come late, Dada. So usually the police come No, not really. because people like start running and he took the fruit from them. Like sanitation, right? Yes. Marks limitation. How long you sell? Since 2022. 2022? Oh my goodness, it's a long time. Where did you get that stuff from? Nah, that's not how come? How come you gonna get all of this from the street? It doesn't make any Yeah, sense. exactly. That's It depends. Sometimes donation, sometimes Salvation Army, sometimes selling garage. You know the garage when you build Yeah. the garage and they making People- like no, they sell the garage Really? like bidding. oh. Bidding application. You bid on the garage. Yeah. Well, I think it just comes with the fruits. Everything for free. الحمد لله اهم حاجه الشنطه. Very curious. Yeah. Where is this food will go? Food pantry. For what? Pantry. Food pantry. Okay. Donated. Thank you so much. I appreciate it. الاسواق فيها الحلو وفيها الوحش. اللي ورايا ده مثلا عربيه بوليس بتاعت سانيتيشن بتلم مثلا الناس من الشارع الحاجات بتاعتهم زي البلديه بالظبط في مصر. والسوق الشعبي هو اللي اقصد بيه زي سوق الجمعه في مصر برضه. What happened, man? Where Rambo? Rambo down there? The police is usually come. Huh? The police usually come here. Yeah. Now they take my car. You can lend me $20 to get home, and I'll give it to you tomorrow. No cash. No. Go. No cash. All right, man. See you. Come tomorrow. Inshallah. Tomorrow. Yeah. All right. حبيبي شكرا. Okay. 25. قلت لها 20 قالت لي 25. The win is good. No, 25. We only have $20. He has like $1 in him cash. You don't want to make money? Eso me costó 25. 25, te estoy vendiendo, voy a... Come on. خلاص. من الاسواق الشعبيه مليانه بجميع ما يخطر في بالك، من اول حاجه ممكن تكون عايز تشتريها لاخر حاجه ممكن عايز تشتريها، كل حاجه موجوده هنا، وحاجات انت عمرك اصلا ما كنت عارف انها موجوده ممكن تلاقيها هنا. حلو ان انت تيجي وتاخد فكره وتشتري وتتفرج على حاجات ممكن تبقى انترستد ليك جدا، في حاجات كتيره ممكن ما تبقاش شفتها قبل كده اصلا في العموم. بتندلك 8 بس. انت معاك $20؟ اوكي gracias. Gracias. 23 me dice. Yo 20. 21 te quiere dar. Come on guys, I said 20. Solo 20. Come on. يلا. This time. الناس دي مش دافع مليم في اي حاجه من الحاجات دي، كل الحاجات دي بيلاقوها ممكن بصراحه. Yours? How much? Middle one. 20, 40. This one is $40? $40. You know how much is the new one? You know, right? So how you say is this $40? Come on, man. It's a How much a new one? This is W1206, I believe, which is 55 something. $55. Yeah, new one. And this was broke.
get fixed. Look, see, this is my whole life. Look. How you doing? How's everything? Bro, what do you want to pay for this one? اديله $5 في ايده هيديلك ويمشي. No, no. No, okay, no problem. No problem. $5, it's good. Let's go. Let's go. No. You got it. You want it. What's in it? No. Give me $6. No. I don't want $6. I don't want You're gonna pay the $10. ايه ده شيء الحق. حاجات مرميه من شيء يعني جايبينهم من المينا. بس هم الناس كويس. قول لهم اهو here. We gotta find some. How much العجله اللي بتتقفل على الارض شايفها؟ اهو كلها حاجات محروقه، ناس حارقينها يا لا مولعين في كل حاجه، مفكرين كل حاجه فضه. بيقفلوا ليه دول؟ بالنسبه للحاجات الموجوده اللي هو كده وبتاع بتبقى قيمه جدا، بس ممكن تصرف عليك Ay. How much? Without the camera. Without the camera. It's on me. $3? $5. اهي دي اباجوره $5 نعمل بيها ديكور حلو شغال. Okay, what about this? For free? What? For free? I have to. For free? Okay. Ay. For free, boy. For free. Good. For free, take it. Very good for free. Take this. شايف الحاجات دي؟ الحاجات دي انا جبتها من السوق، لازم تبقى عارف تتخلص من الحاجات دي ازاي، يعني انت خدتها هتمشي بيها ازاي، الحاجات دي تقيله جدا، فانا معايا عربيه فممكن يعني الحاجات دي تقيله جدا، فانت لازم تبقى عارف تعمل ايه، خصوصا ان انت ما ينفعش تسيب الحاجه اصلا في مكان لوحدها، لان اي حد ممكن ياخدها وهو معدي ويمشي، لان ده طبيعه المكان اللي احنا فيه دلوقتي، الحاجات كلها لازم تبقى واخد بالك منها. Coming tomorrow. هل فعلا في ناس ممكن تعمل فلوس من موضوع الاسواق ده؟ لو يعرف حاجة معينة شاطر فيها وبيعرف ياخدها من السوق يوديها في حتة يبيعها ويخلصها ممكن، لكن يروح كده عشوائي هياخد يلطش من هنا شوية ومن هنا شوية ومن هنا شوية ويخزنهم وممكن ما يعرفش يبيع ولا يعمل. يقدر ان هو يعمل ملايين؟ لا مش ملايين يعني، بس ممكن يعمل حاجة كويسة لو الحاجة اللي هو بيدور عليها بيلاقيها باستمرار وبيعرف يصرفها. اوكي ممكن يعمل. يلاقي قطعه واحده ممكن مبقاش التاني عارف ان دي تسوى مثلا. بس ما هو انا بقول لك لازم يكون فاهم الحاجة اللي هو بيدور عليها ويعرف هيوديها فين. ايوه دي تيجي بالخبره. مرة زمان كنت برضه بتمشى في الأسواق كده ولقيت إيجل وأنا بتمشى كده لقيته محطوط عند الست. أنا غاوي الحاجات دي يعني، عندي في مصر الحاجات دي. بالصدفة كده لقيته ما شاء الله تقيل، قلت فيه فضة هيبقى تقيل بالمنظر ده. أنا بحب الحاجات الفضية برضه. كشفت عليه طلع فضة. طب أنت إيه أكتر مكسب عملته من قطعة واحدة بس؟ مش هقول لك. هو كان الإيجل ده عملته بعته $275. وجبته بكام؟ $5؟ $5. انت عامل $270 في قطعه. ومره تانية كنت لقيت برضو طاسه لونها اسود صغيره كده برضو بتاعك كده، لقيت لك ايه ستريلينج سيلفر، قلت 10 شويه سودا لسه، رحت ملمعها بالسلك الالومنيوم كده بتاع، طلعت بتلمع. سكينه صغيره برضو كانت فضه خالصه حوالي بتاع 6 صغيرين كده، حطيتهم على بعضيهم وربنا كرمني فيهم، بعتهم $300. بالك قد ايه بتروح الاسواق؟ قلت أكتر من 30 سنة حقيقي. ابتديت من سوق الجمعة في مصر سيدة عائشة، كنت أطلع من الشغل فسحتي في الأسواق. طبعا يعني بيبقى الحاجات اللي أنا محتاجها سبحان الله ألاقيها كده في وشي وبنفس التراب. وتفتكر أمريكا أفضل ولا مصر؟ اللي عايش في مصر بيكسب حلو جدا جدا وفاهم القصة، زي مثلا كوينز في حاجات زي كده هو فاهمها بيكسب منها حلو قوي. لكن اللي في امريكا هنا وعنده خبره من مصر يلا بتمشي معاه. اللي هنا عايش في امريكا وعايز يخش في سوق الجمعه كده ويعمل بيزنس بتبقى صعبه عليه، بيبقى خايف. وفي ناس عربيه بقى بتروح الاسواق في امريكا هنا بالهبل، قابلتهم كتير يعني وكان بيديني اسعار كويسه جدا بصراحه. لو هتقول للناس حاجه قبل ما ننهي الفيديو ده معاهم، هو يعتبرها فسحه، هيلاقي حاجات حلوه قوي قوي وياخد حتى لو يقتنيها يعني، وممكن يبيعها لو عايز. السوق حلو يعني متعه
وبعدين الرسول عليه الصلاه والسلام كان بيحب يتمشى في الاسواق، فدي بناخدها قدوه برضه منه. والله انا سعيد جدا باللقاء ده، ولو عايزين اسئله حاجات مور يعني تعرفوها وكده وبتاع، خش انزل على تحت كده اكتب لو عندك سؤال على الاسواق اكتبه تحت. شكرا جزيلا لكم وممنون باللقاء ده. عايزين حاجه تانية؟ وفي نهاية هذا الفيديو يا رب تكون استمتعت، ويا رب تكون غيرت لك مودك، ويا رب يكون الفيديو كان لذيذ، تحس ان انت حابب ان انت تروح، والاكسبيرينس نفسها كمان لما تبقى على ارض الواقع، سيبك من ان انت بتسمع الفيديو بتتفرج على ارض الواقع، الموضوع لذيذ جدا. جبنا حاجات كتيرة جدا رخيصة قوي، لان اقل حاجة انت من الحاجات دي هتجيبها بره لو بتدور عليها هي انت راح تجيبها فلك 40 60 دولار اتليست اقل حاجة في كل حاجة من دول. روح ولف واستمتع وغير جو، وما تنساش تعمل لايك وفولو وسبسكرايب لو انت على اليوتيوب او على اي بلاتفورم من الفيديوهات بتاعتها بالطول دي. فان شاء الله اشوفكم على خير فيديو جديد باذن الله. ولو بتسال على حاجات ليها علاقه بالاشياء اللي بتحصل في امريكا لها علاقه بالهجره والكلام ده كله دلوقتي، فخليني اقول لك ان الناس كتير جدا ما هي الا شغلها الشاغل انها تخوفك وترهبك. تعالى البلد دي يا ابني بلد مفتوحه، والناس كلها هترحب بيك باذن الله. واهم حاجه تتفرج على الفيديوهات اللي قبل دي عشان تستفيد ما يضحكش عليك جوه البلد، وتعرف ازاي تقدر تستقر فيها وتعيش حياه ان شاء الله مستقره، وتقدر ان انت تبني مستقبل افضل ليك باذن الله. اشوفكم على خير، ما تنساش تعمل لايك وفولو وسبسكرايب عشان يجي لك كل الفيديوهات الجديده باذن الله. اشوفكم على خير، السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. سلام.